أنا هذا اسمي محمد سالم العياشي من مدينة السمارة. مختص الحمد لله كاع الحرف كاملة عندي من قد الصناعة التقليدية. كاين الريك اللي بين يدي منها خشب جداري، نصنع منهم الهودج هو زاد مشقب اللي جعل الجمل تركب عليه المرأة، وهذا أوتد منه ننجرو، وهذا أوتاد ثانيين كيف ذاك مشقب اللي ذاك هو. ونعدل الحمد لله عدة مسائل، نعدل كراعين الطوابل رجليهم زاد كيف ذاك الريك 4 يعود يجوا للطابلة. طابلة كيف هي تعود عند حد باغي يطرحها في بيرو يدير عليها كتب، والله يدير عليها تلفزة، والله يدير عليها شيء زين عنده. هذا النقش اللي ذا هو النقش زين، وباش مابطة يظهر زين انه خشب جداري. هذا لا كيف النقرة باش مابطة يزيان هكا سمعت. الحمد لله نعدلوا عدة مسائل، نعدلوا الرواحل كيف الرواحل هذيك اللي يجوا على الجمال يركبوا عليهم الرجالة ويتموكوا عليهم، كيف العليات يركبوا عليهم الشغبن. وهذا التراث اللي ذا هو هو تراث قديم وهو مهم وعاد منقارض ولي سهل واهله قليل اللي ثلاث تعدلوا. احنا ذلك عندنا في هاي المناطق كيف السمارة والعيون وبجدور والداخله ما ترى يعدلوا ما هو لعتانا، والله شيء ثاني معايا. مازلنا مارسين ذا النوع اللي نبتو هكا سمعت، ونبغوه قلت لك ما ينقارض ان شاء الله. وإذا قدينا نعلموا فيه ناس هم اللي تبقى ناس يبقى فيه عندنا هذا التراث اللي هو تراث منقارض وتراث مهم. هذه الراحلة ومشقب اللي مشقب يعدل المجداري، والراحلة تعدل من اللثل، وهما مسائل مهمات نبغوهم ما ينقارضون. نبغوا نعلموا ناس تعود يبقوا عندهم عاقبنا حتى هم يمارسوهم ويعلموا جيل ثاني. وهذا اللي قد يخلق زين، وإذا ما قد يخلق لا يكفي فيه الخير. محمود بيلال، مديرية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالسمارة. جئنا من مدينة السمارة بوفد هام يضم منتخبين بالجماعة الحضرية للسمارة وبأساتذة ومثقفين، وأيضا بمنتجات الخيمة الصحراوية تضم مجموعة من المنتجات الخاصة بالتعاونيات والجمعيات الحرفية بمدينة السمارة، منها المنتجات الخشبية ومنتجات الفضية وصياغة الحلي، وأيضا الملابس الصحراوية الخاصة بالرجال، الملابس الصحراوية الخاصة بالنساء، أيضا المنتجات البخور والعطور، منتجات أعشاب الشاي، وكلها ممولة في إطار برامج تنموية محلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وللاقتصاد الاجتماعي. جبنا أيضا بخيمة من فاعلية منسجة محليا من طرف نساء مدينة السمارة، وبمفروشات تقليدية أهمها الحصير السمار الذي يستقي اسمه من مدينة السمارة التي سميت بالسمارة استقاء لاسم السميرة التي توجد بنواحي مدينة السمارة. جينا أيضا بالفرقة الموسيقية التي تضم فنانين مرموقين بالصحراء عامة وبمدينة السمارة. تشرفنا بوجودنا بالعرائش. نشكر جميع الذين ساهموا في حضورنا هنا، سواء المجلس الحضاري للعرائش أو جمعية عبد الصمد الكنفاوي. خير إبراهيم من مدينة السمارة، صانع تقليدي بخليها لبويا وجدي، متعلمها من عند بويا، وبويا متعلمها من عند بوه،
وبو ذاك متعلمة من عند بو. احنا صناع تقليديين، صانع تقليدي حامد مولانا، نعدل النقرة، نعدل الخواتم، نعدل الدبالج، نعدل السرتلة، نعدل المضمة، نعدل الدبليج ديال اللك، نعدل الخاتم ديال الشريعة، نعدل الخاتم ندخل له اللك، نعدل الدبليج فيه اللك، نعدل السرتلة ديال النقرة. إذن ودائما كل عام كان علم جوج الناس كان علمهم كمدروس، كان علمهم مزيان كي يقوموا حتى هم يعدلوا محلاتهم، الله يعاونهم. وكل إذن صانع تقليدي وارثها من بويا الحمد لله. أتكلم عن ماري خديجة من السمارة، تعاونية الحاج عبيد للمسك والبخور والأعشاب ديال التاي والدواء ديال، عندي الدواء ديال التهاب المعدة والمصران والقبض، وعندي الدواء كل شيء كنصنعو انا بيديا. عندي التعاونية ديالي فيها 7 العليات خدمات معايا، وانا الرئيسة ديال عماري خديجة. كنصنع الرشوش، كنقبض نجمع العشوب ونديرهم في واحد السطولة وندير عليهم المسك، خليهم بمدة 20 يوم، ونبقى نصمم وندير في القراعي. كذلك مولي البخور، كنقبض البخور مولي ونجمع مولي العشاب ونديرهم في واحد السطولة اخرين، وندقهم ونطحنهم في المواكين ونقبضهم مولي ونخلطهم ونديرهم مولي نديرهم مولي يصلحهم مولي دالهم ونعدلهم كيعطوا في البيت، يعطوا شي رايحة في البيت كتجلي الرطوبة وتجلي تبقى ريحة البيت طيبة. ونمشي الحمد لله نعرض في المعارض، الحمد لله عرضت في مدة معارض الحمد لله، كنعرض ونمشي ونبيع ونجي الحمد لله ونعدل مولي هيك السلعة ديالي ونعدلها مولي ونمشي بها مولي ونعرضها، ونعدل مولي الخميرة، نعدل واحد العطور واحد الحليب نعطر مولي نديرو العطور ونديرو كلشي ونصلحو ونعدلو، وندير البخور في الرشوش في الاشكال. كندير هاي العينة ديال الرشوش وكندير هاي العينة ديال الرشوش، كندير الدواء ديال هذا الدواء ديال المعدة. عندي كندير الدواء ديال المعدة نديرو حنفية ما يخلي لا قبض لا مصران شي حاجة كاملة في البدن كيداويه الحمد لله. أول مرة كنجي للعرايش الحمد لله، من جيت وجبرنا فيهم الحمد لله البيع، وجبرنا الناس طيبة، وجبرنا الحمد لله مشاتنا العمالة ديالنا، وجينا الحمد لله هنا تمولي فرحوا بينا وكبرونا، ومشينا زرنا من عبد السلام بن مشي جدنا، وجينا الحمد لله والحمد لله والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نشارك ممثلين للأقاليم الجنوبية في المهرجان السادس لمدينة العرائش المنظم هذه السنة في إطار طبعا التواصل بين الشمال والجنوب، ونحن نحضر هنا كضيف شرف لتمثيل الأقاليم الجنوبية. مشاركتنا تتمثل في خيمة صحراوية تتضمن كل الموروث الثقافي والاجتماعي للصحراء. أيضا هناك مجموعة من التقاليد الصحراوية وفرق الموسيقية، ثم أيضا مجموعة من المثقفين والأدباء الذين حضروا معنا طبعا للمشاركة في مختلف الفعاليات. نحن بهذه المشاركة نؤكد مرة أخرى لمن يحتاج إلى تأكيد على وحدة الشعب وعلى تماسكه شمالا وجنوبا في إطار التمايز بين مختلف المكونات، هذا التمايز الذي يخدم الوحدة، ومن خلاله نحاول أن نثبت للعالم أجمع أن المغرب موحد من شماله إلى جنوبه تحت الإدارة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أيضا نتشرف بهذه المشاركة التي تزامنت هذه السنة مع الذكرى 17 لعيد العرش المجيد، وطبعا نتمنى أن تكون مشاركتنا قيمة مضافة لهذا المهرجان، وشكرا. السلام عليكم. احنا من الأقاليم الجنوبية بالسمارة بالتحديد، عن المجلس البلدي لمدينة السمارة. تلقينا هنا ناس في المستوى المطلوب، وأعطونا اهتمام
كثير، جزاهم الله خيرا. نشكروا ناس هذه المنطقة، أول مرة نجو وكانت في المستوى المطلوب، ومرحبا بكم في هذه الخيمة. جبنا فيها منتوجات صناعية، منتوجات زي صحراوي تقليدي، ومنتوجات طب، وأواني من الصناعة التقليدية جابوهم الإخوان عارضينهم هناك، وهذا والسلام. اولا مشكورين اهل العريش على استضافتكم لنا وحفاوة الاستقبال والناس الطيبين الكرامة ما شاء الله. بالنسبة لمجينا هون، جينا كصحراويين نعتوا لكم ثقافتنا وطريقة لبسنا وطريقة حياتنا، وبالنسبة للمرأة الملح وبالنسبة للراجل الضراعة، وأدوية تقليدية وأواني تقليدية معاهم. يعني تبادل المعلومات، تبادل ما شاء الله الثقافات، تقاليد، يشوفونا عن قرب ونشوفوهم عن قرب. هذا والسلام وشكرا.